ايه اللي ممكن يخلي مجرم مسجون انه يكون في عزل انفرادي في غرفة زجاجية معزول عن كل الناس لمدة اكتر من 40 سنة؟ ايه الاسباب اللي وصلته ان هو يتحول من انسان عادي لواحد من اخطر المجرمين اللي عرفتهم البشرية؟ الاسباب والقصة اللي هنتكلم فيها النهاردة عموما ممكن تكون متعبة وصعبة نفسيا على بعض الناس. لو انت قلبك جامد كمل القصة معايا. السلام عليكم، انا عمر فوده، اهلا بيكم في قصه جديده. هنتكلم النهارده على واحده من القصص الغريبه جدا اللي انا حقيقي كنت قلقان وانا بحضرها، ولكن اتمنى انها تنال اعجابكم، فاتمنى انك تكمل الفيديو او القصه للنهايه. حابب اشكركم جدا على الدعم، ان شاء الله هدفنا الجاي نوصل ل 10000 مشترك. فلو انت ما بتعملش لايك على الفيديو اتمنى، لان اليوتيوب بيقول ان معظم الناس اللي بتتفرج على الفيديو بيكونوا مش متابعين. لو اشتركت في القناه انت هتستفاد وانا هستفاد، وهنوصل ان شاء الله للهدف اللي جاي اللي هو 10000 مشترك. وشكرا جدا جدا من قلبي على الدعم. ولو انت عندك اي قصه حابب ان انا اتكلم عليها واحكيها فممكن تكتبها لي في التعليقات، وان شاء الله اوعدك ان انا احضرها وهعمل عنها قصه قريب جدا. الشخص اللي هنتكلم عنه النهارده اسمه روبرت مودسلي. عشان نعرف ايه اللي وصل روبرت للحياه دي محتاجين نعرف بداياته. حياته من البدايه كانت عامله ازاي، واللي هي كانت سبب من اسباب ان هو يوصل للنهايه دي. يوم 26/1/1953 اتولد روبرت مودسلي في مدينه ليفربول في بريطانيا. كان عنده ساعتها 3 اخوات وكان هو الرابع. اخواته كانوا بول، كيفن، بريندا، وهو الرابع روبرت. ابوه كان اسمه كولمان وكان بيشتغل سواق شاحنه. روبرت واخواته وهم صغيرين كانوا بيتعرضوا للاهمال من اهلهم، وده خلاهم ينتهي بيهم الحال في حضانه ايتام خاصه بالكنيسه. روبرت ساعتها كان عنده 4 سنين تقريبا. تخيل ان انت تكون طفل واهلك يهملوك لدرجه ان الكنيسه تاخدك عشان تهتم بيك وما تموتش انت واخواتك. في الفتره دي روبرت علاقته بقت قويه جدا مع اخواته وضعيفه جدا مع اهله، لان هم كانوا بيزوروه مرتين بس في الشهر. وبعد كذا سنه اهله خلفوا طفل جديد، فقرروا ان هم يرجعوا روبرت واخواته البيت ويعيشوا مع بعض تاني. ولكن دي كانت بدايه اسوأ فتره في حياه روبرت، والفتره اللي هتاثر على كل حياته للابد. روبرت واخواته كانوا بيتعرضوا لعنف اسري بشكل يومي هو واخواته. بول اخو روبرت في مقابله صحفيه قال ان هم كانوا عايشين احلى بكتير لما كانوا في دار الرعايه، وكانوا قريبين من بعض، والناس اللي بتشتغل هناك كانوا يعتبروا اهلهم، ولما ابوه وامه بيجوا يزوروهم كانوا بيحسوا ان هم غرباء، ولما رجعوا للبيت الحياه تحولت الى جحيم. وفي نفس المقابله قال ان روبرت اخوه كان هو اكتر واحد بيتضرب وبيتعاقب، وفي مره اتحبس في اوضته 6 شهور، كان ممنوع من الخروج او اننا نشوفه. تخيل ان طفل عنده 7 سنين كان محبوس في اوضته لمدة 6 شهور، وكان ممنوع حتى ان هو يشوف اخواته او عيلته، كان مسموح له بس ان هو يدخل الحمام. بعد شكاوي كتير من الجيران بدأت الحكومة تاخد الموضوع بشكل جدي، لحد ما في يوم من الايام جم واخدوا روبرت لدار رعاية جديد، ولكن المرة دي كان لوحده بدون اخواته. ودي كانت اللحظة اللي بدأ يتحول فيها روبرت من مجرد طفل الى مجرم، وان حياته هتتحول الى مأساة محدش حتى يتمناها لألد أعداء. روبرت قعد في دار الرعاية ده حوالي 8 سنين، ولما روبرت كمل 16 سنة ساب دار الأيتام وهرب من ليفربول على لندن، وهنا بدأ إنه يدمن مخدرات، وطبعا ما كانش عنده أي حد ياخد باله منه أو يمنعه من أي حاجة غلط بيعملها. الفترة دي حاول روبرت إن هو ينتحر وينهي حياته، ولكن كل مرة كانوا بينقذوه لحد ما عرضوه مرة على طبيب نفسي، وكان دايما بيقول إن هو بيسمع أصوات بتقوله انتقم من أهلك وتخلص منهم. حاولوا معاه بكل الطرق، ولكن كان دايما وضعه بيكون أسوأ، واستمر على إدمان المخدرات لحد ما جت سنة 1974 وتحديدا 14 مارس، واللي هي أول سنة ارتكب فيها روبرت جريمة حقيقية. كان في شخص اسمه جون فارل. روبرت اتعرف عليه وراح شقته، وفي وسط الكلام روبرت سأله عن عيلته وعرف إن جون بيضرب مراته. ساعتها روبرت من غير ما يحس مسك جون وخنقه لدرجة إن وشه كان أزرق ومات فورا، وده كان بسبب العنف اللي كان بيعمله جون مع مراته. روبرت كان بينتقم لمرات جون. بعدها الشرطة بعتته لمصحة أمراض عقلية، لأن الأطباء قالوا في تقاريرهم إن روبرت شخص غير متزن نفسيا وبيعاني من اضطرابات عقلية. وفضل في المستشفى هناك 3 سنين للعلاج، ولكن كانت بلا جدوى، وحالته كانت بالعكس بتزداد سوءا كل يوم. وفي آخر فترة ليه في المستشفى عرف إن في مريض تاني اسمه ديفيد. ديفيد كانت قضيته إن هو متحرش بالأطفال، وهنا روبرت قرر إنه ينتقم منه. طبعا افتكر كل حاجة حصلت له وهو طفل صغير، وهجم على ديفيد وكان معاه معلقة في إيده، فضل يضربه في دماغه لحد ما عمل فتحة وصلت للمخ. وفي بعض التقارير قالت إنه استخدم المعلقة وأكل جزء
من مخه، ولكن لم يثبت صحة الموضوع أو عدم صحته. يعني ممكن يكون كل جزء من مخه وممكن يكون ما كلش. ولكن سواء ده حصل أو ما حصلش، فده بيعكس لك إن قد إيه روبرت كان شخص مجنون بشكل رسمي. الحادثة دي هزت بريطانيا وكانت زي الصاعقة لكل الناس، وأطلقوا عليه ساعتها المجرم الشيطان. الحادثة دي كانت كفيلة إن هم يتأكدوا إن روبرت شخص غير عادي وعنده من القوة والغضب إنه يعمل أي حاجة، وده معناه إنه ما ينفعش يفضل في المستشفى والمصحة. واتنقل بعدها إلى سجن اسمه ويكفيلد، وحكم عليه ساعتها بالسجن المؤبد. وقبل ما تسألني هم ليه ساعتها ما حكموش عليه بالإعدام، ساعتها كان في قانون في بريطانيا بيمنع حكم الإعدام على أي شخص مريض نفسي أو عنده أمراض عقلية أو أيا كان، فكان مصيره الوحيد هو السجن المؤبد، يعني هيتسجن لحد ما يموت. السجن روبرت كانوا مطلعين عليه اسم شهرة اسمه ذا برين ايتر أو آكل المخ بسبب سمعته واللي عمله هو في المستشفى، وكانوا متخيلين إنه هو في السجن الموضوع هيكون أقل ومش هيقتل حد تاني. روبرت في السجن كان دايما بيحاول يعرف جرائم السجناء عشان يعرفوا هم دخلوا السجن ليه، يعني إيه الجريمة اللي عملوها تدخلهم السجن. كان في مسجون معاه اسمه سانلي داروود. سانلي ده كان دخل السجن بسبب إن هو قتل مراد وأخد برضه حكم سجن مؤبد. قدر روبرت إن هو يقنع سانلي إن هو يجي معاه الزنزانة، ولما دخلوا قتله بدم بارد وخبى جثته تحت السرير لفترة قصيرة جدا لحد ما اكتشفوا الجثة. وفي الفترة القصيرة دي قدر روبرت ان هو يقتل مسجون تاني، وكان متهم بقتل بنت صغيرة عمرها 7 سنين، يعني في اقل من نص ساعة قدر ان هو يقتل شخصين. وكمان بعدها قتل مسجون ثالث عمره 60 سنة، وكان دايما بيستخدم نفس أداة الجريمة وهي المعلقة. بعد ما قتل ال3 مساجين بكل برود اعصاب، راح للامن اللي في السجن وبلغهم باللي هو عمل. روبرت من ضمن الحاجات اللي كانت مشهورة عنه جدا وهو صغير ان هو عنده مهارة اقناع قوية جدا، يقدر يقنع اي حد انه يعمل اي حاجة. وغالبا هو كان بيستخدم الطريقة دي مع المساجين ويقنعهم ان هو شخص عادي، ويبداوا يتكلموا معاه وبعدها يقتلهم. بعد اللي حصل وقتل 3 سجناء في حوالي ساعة تقريبا، صنف ان هو اخطر مسجون في تاريخ بريطانيا. تم عزله تماما واتحط في زنزانة زجاجية، وممنوع ان هو يتعامل مع اي شخص لانه خطير جدا وممكن ينهي حياة اي حد بسرعة وبدم بارد. الزنزانة الازاز اللي كان موجود فيها روبرت اتبنت مخصوص عشان طبعا ده يثبت لك ان هو قد ايه كان خطير. ولكن عقبال ما يعملوا زنزانة الازاز كانوا قاعدينه في حبس انفرادي مؤقتا لحد ما الزنزانة تخلص. في 1980 تقريبا بدأ الحبس الانفرادي، وطبعا كان معزول عن كل شيء. الزنزانة دي كانت موجودة تحت الارض، كان عليها حراسة تعادل الحراسة اللي موجودة في باقي السجن كله، وده يبين لك قد ايه ان هم كانوا خايفين منه. الزنزانة دي كان فيها حنفية مية وتواليت ومكان يقدر ان هو يعدوا منه الاكل وسرير ينام عليه. العزل وصل ان هو كان ممنوع انه يخرج من الزنزانة الا ساعة واحدة في اليوم للتمرين، ويكون معاه ساعتها 12 حارس مسلح. وكان مسموح للحراس ان هو لو حصل اي حركة مفاجئة من روبرت ان هم يضربوه بالنار. عشان يبين لك قد ايه هم كانوا خايفين منه، روبرت فضل 12 سنة ما يحلقش شعره، لان ما كانش فيه اي حلاق من حلاقين السجن قادر وكان عنده الجرأة انه يدخل يحلق شعر روبرت. ولكن السؤال هنا كان ايه هو الدافع ورا كل الجرائم القتل اللي هو عملها؟ في مرة من المرات وتحديدا في اخر جلسة محاكمة ليه سنة 1979، القاضي سأله ليه كنت بتعمل كده؟ واجابته صدمت كل الناس اللي كانت في المحكمة ساعتها. روبرت قال ان كل الجرائم دي كان بيشوف الضحايا على انهم اهله، كان بينتقم منهم على اللي كانوا بيعملوه فيه وهو صغير. وقال ساعتها لو كنت موتت اهلي زمان ما كانش حد من الناس دي ماتت، ولكن هم دفعوا الثمن بسبب اهلي. في سنة 1990 في طبيب نفسي اسمه دكتور بوب جونسون عمل لقاء وقال ان هو كان من الدكاترة اللي مشرفة على حالة روبرت، وان هو اعترف له ان كل حاجة بيعملها بسبب الضرب والتعذيب اللي كان بيتعرض له وهو صغير. وحكى له قصة ان هو اتحبس في الأوضة 6 شهور، وان ابوه كان بيدخل الأوضة كل يوم يضربه ويمشي، وده اللي وصله للي هو فيه دلوقتي. ايام واسابيع وشهور وسنين بتعدي ولسه روبرت في الحبس الانفرادي معزول عن اي شيء ليه علاقة بالحياة، وحالته الصحية والنفسية بتتدهور بشكل كبير جدا. حتى لاحظوا حراس السجن ان هو بدأ يتكلم مع الحشرات، وكل ده كان بدون اي نتيجة، وما كانش فيه اي نية انهم يرجعوه لحياة السجن العادية مع باقي المساجين. الشيء الوحيد اللي كان مسموح له ان هو كان بيكتب خطابات لحد من قرايبه اسمه كيفن. في سنة 2000 روبرت كان خلاص انهار تماما عقليا ونفسيا، وطلب من المحكمة انها ترحمه وتموته لان مفيش سبب من ان هو يفضل معزول بالشكل ده. وطلب منهم ساعتها انهم يدوله حاجة اسمها حباية الحياة، ودي حباية بتاخدها وبتموتك في ساعتها. ولكن كان كل طلباته بتترفض، وكانوا مصرين على ان هو يفضل معزول لوحده. وعلى الرغم من كل ده كان في ضغط من الميديا لحد سنة 2020
عاوزين ان هم يرجعوه يعيش حياه السجن العاديه، ولكن ما كانش ليه اي تاثير الضغط ده، لان روبرت دلوقتي بقى عنده 70 سنه، من ضمنهم قعد 49 سنه في السجن، و45 سنه منهم في سجن انفرادي معزول، وده يخليه اطول سجين في حبس انفرادي في التاريخ لحد اللحظه اللي بنصور فيها القصه دي. الجرائم اللي عملها روبرت بلا شك جرائم لا يمكن تغتفر او يتسامح عليها، ولكن كان اللي بيطلبوه انه يتشال من العزل اللي هو فيه، لحد ما جه في سنه 2022 روبرت كان عنده تقريبا 68 سنه، واتعمل اعاده محاكمه عشان يتعمل اعاده نظر في قرار العزل، ولكن المفاجاه هنا ان القاضي المسؤول ساعتها رفض القرار واصر ان روبرت يفضل معزول لاخر يوم في عمره. كده احنا خلصنا قصه روبرت مودسلي. اتمنى تكون القصه عجبتكم، وانا حقيقه القصه دي تعبتني نفسيا وانا بكتبها، ولكن ده يعكس لنا دايما ان الحاجات اللي احنا ممكن نكون بنعملها في اطفالنا واحنا صغيرين ممكن يكون تاثيرها كبير جدا عليهم لما يكبروا. فيعني اتمنى تكون القصه دي كانت مفيده لاي شخص عنده اولاد. يعني انا اكيد عارف ان مفيش حد بيعمل كده بالقوه دي، ولكن احيانا حاجات صغيره بنعملها لاولادنا يعني ممكن تكون مش واخدين بالنا انها حاجات ممكن تعمل تاثير كبير لما يكبروا. فاتمنى تكونوا استمتعتوا بالقصه. انا تعبت نفسيا والله من القصه دي. فاتمنى القصه تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك في الفيديو وتشتركوا في القناه، عايزين نوصل ل 10000 سبسكرايبر، واشوفكم القصه الجايه. السلام عليكم.